لو انت من الناس اللي الهدوم دايما بتاعتها بتصفر او بيظهر صفار تحت منطقة الباط بالشكل اللي انت شايفه ده وما بتعرفوش تنضفوا البقعة ديت ازاي، بالفيديو ده هقول لكم ازاي تنضفوا البقعة ديت بكل سهولة. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو للاخر. زي ما انتم شايفين ده شكل البقعة الصفراء اللي بتظهر تحت منطقة الإبط في الملابس، والبقعة دي بيكون شكلها مزعج جدا. عشان كده في الفيديو ده هقول لك على حل سحري هتقدر تنظف بيها البقعة ديت سواء كانت في ملابس بيضاء او ملونة بكل سهولة. كل اللي عليكم هتجيبوا اي حاجة عندكم صغيرة فاضية وهتفضوا فيها شوية كلوركس الوان اي نوع انتوا بتستخدموه، وهتحط عليهم قد الكميه خل طعام. بعد كده هتجيبوا من اي صيدليه ميه اكسجين تركيز 20% وهتفضوا برضه عليهم شويه صغيرين خالص. اخر حاجه هتحطوا على المكونات ديت نص ليمونه وتعصروها، وبعد كده تقلبوا بقى الخلطه ديت كويس جدا. بعد كده بقى هتجيبوا عندكم اي طبق فاضي يكون غويط شويه وهتحطوا فيه قطعه الملابس وتخلوا مكان البقعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتحطوا مكان البقعه معلقه كربوناتو او بيكنج صودا. بعد كده بقى هنجيب المكونات اللي احنا عملناها وهنفضوها مباشر على مكان البقعه. هتلاقوا الفوران اللي انتوا شايفينه ده ما تقلقوش من اي حاجه، اهم حاجه تخلوها تغطي الصفار بالكامل وتسيبوها لمده دقيقتين. بعد كده هنجيب ميه سخنه ونفضيها مباشر على مكان البقعه وتسيبوها برده زي ما هي لمده دقيقتين. اهم حاجه برده تخلوا الميه السخنه تغطي مكان البقعه بالكامل. بعد كده هتلاقوا اي صفار اختفى ومبقاش ليه اي اثر، وزي ما انتم شايفين ده الفرق ما بين الجنبين. ما تنسونيش بدعوه حلوه وتدوسوا على القلب اللي في الجنب ده وتعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفاد.